بالتأكيد أن استمرار النضال الحزب العمالي الكردستاني من أجل نيل الحقوق المشروعة ورفع الظلم عن أشقائنا الكرد في تركيا ضرورة نداء إلى كل العالم الحر في رفع اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب، لأن استمرار اسمه في هذه القائمة الظالمة هو ظلم بين وواقع على نضال وتضحيات الشعب الكردي الذي يناضل ويسعى أن يحتل مكانه الطبيعي في المنطقة وبين شعوب العالم وأصحاب القوميات، وهو نضال مشروع أقرته كل المواثيق الدولية والأعراف الدولية، وأنه لا يليق بالعالم الآن الحر من أجل إقرار العدل والمساواة أن يستمر إدراج اسم الحزب العمال الكردستاني كتنظيم إرهابي ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية في العالم، لأن هذا التوصيف يترتب عليها أضرار كثيرة، وخاصة أن قائد هذا الحزب السيد عبد الله أوغلان ما زال قابعا في سجون السلطات التركية منذ أن تم اعتقاله في أواخر تسعينات القرن الماضي دون محاكمة. ونحن رفعنا شعارا في مصر حينما اعتقل السيد عبد الله أوغلان: فاوضوه بدلا من أن تعتقلوه. وهذا الأمر ما زال قائما حتى الآن، وإن يعني أصبح ضرورة رفع حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب في العالم، وهذا حق على الدول والمنظمات الإنسانية والحقوقية في العالم وكل القوى الداعمة للخير أن تدعم هذا الحق، وهو يمهد الطريق لإقرار العدل في منطقتنا التي يقع فيها الظلم على كثير من شعوبنا ومن مقدمتها الشعب الكردي، خاصة في تركيا التي تناصب الشعب الكردي العداء وتحرمهم من ممارسة أبسط الحقوق الثقافية والقومية في المناطق التي يسكنها، التي هي أصل وحقوق للشعب الكردي.